لما اسكندريه بدات تتزحم الناس بدات تروح ناحيه العجمي، ولما العجمي بدا يتزحم الناس بدات تروح ناحيه او بعد الكيلو 21 واللي بنسميه دلوقتي بالساحل القديم، معانا من الكيلو 21 لحد الكيلو 100 او 105. والساحل الجديد لما بدات الاسعار فيه تزيد والمنافسه تبقى شرسه، في بعض الشركات فكرت بره الصندوق وبدات تاخد كره من الساحل القديم تلبسها بدله وكرافته وتعمل فيها خدمات مشابهه للي موجوده في الساحل الجديد بسعر احن شويه. موجود عندنا على الساحل القديم 8 مشاريع فكروا بنفس الطريقه. اول مشروع بنقابله في الكيلو 58 هو مشروع جليه التابع لشركه ثراء، دي الماستر بلان بتاعته. تاني مشروع بعدها ب 10 كيلو في الكيلو 68 هو مشروع صدف تبع شركه نيو بلان ودي الماستر بلان بتاعته. ثالث مشروع هو مشروع ليانا التابع لشركه توليدو الموجود في الكيلو 70 ودي الماستر بلان بتاعته. واخر مشروع معانا النهارده هو مشروع بينجلس اللي موجود لعربيه هولدنج. المشروع ده ساكن وعايش بقاله 8 سنين، طرحوا دلوقتي مرحله رابعه استلام في حدود 2.5 سنين. متوسط الشاليهات اللي موجوده في الاربع مشاريع دول التوبد في افريج 7.5 مليون، تقل شويه تزيد شويه حسب الشركه، معظمهم مخلص الاوراق القانونيه بتاعته. فلو انت بتفكر فيهم او عندك استفسار على اي واحد فيهم ابعت لي وانا هرد عليك برايي بمنتهى الامانه. في 4 مشاريع تانيين بس هقولهم لك في فيديو بكره.